عمرك وقفت في نص التمرينة وانت مش فاهم ليه جسمك خانك فجأة؟ ليه العضلة اللي من ثواني كانت شغالة بقوة دلوقتي مش قادرة تتحرك؟ السر مش في الجيم ولا في وزنك، السر أعمق من كده بكتير وبيبدأ من أول خلية في عضلتك. تعالوا نعرف مع بعض يعني إيه الفشل العضلي وإزاي بيحصل. اكتشاف تأثير الفشل العضلي ما كانش في جيم ولا حاجة زي ما كلنا فاكرين، ده كان عن طريق كلب. والله زي ما بقولك كده، كلب. الحكاية كلها بدأت في سنة 1897 لما لاحظ العالم موربورجو عند الكلب إن عضلة الساق وهي عضلة السارتوريوس عدد أليافها بيكبر وحجمها بيزيد كل لما الكلب بيجري أكتر. ومن هنا طلع أول تقرير تاريخي بيتكلم عن تأثير الفشل العضلي، وكان عنوانه تضخم العضلات الناتج عن العمل. ودي كانت مجرد بداية لاكتشافات كتير قوي حصلت قدام ولسه مستمرة لحد دلوقتي. طب خلينا نعرف يعني ايه أصلا فشل عضلي. الفشل العضلي هو بيكون النقطة اللي عندها العضلة ما بتقدرش تعمل انقباض لباقي التمرين بشكل مظبوط أو صح. بيكون عبارة عن حالة تعب كاملة لدرجة إن العضلة مش قادرة تدي قوة كفاية علشان تتغلب على المقاومة. والحقيقة إن أسباب الفشل العضلي كتير وبتختلف باختلاف الظروف، لكن خلينا نذكر شوية عوامل في ظروف معينة. العضلة علشان تنقبض محتاجة بنزين، والبنزين ده اللي هو في صورة وحدات الطاقة أو فيما يعرف بالATP. والATP علشان يقدر يقوم بشغله ويحرك العضلة بيحتاج ياخد من الدم شوية حاجات من ضمنها الأكسجين. فطول ما الدم موجود والأكسجين موجود يبقى أنت في أمان والATP موجود، وبالتالي انقباض العضلة بيحصل بشكل طبيعي. لكن اللي بيحصل بقى وبيسبب ان العضلة مش قادرة تكمل التمرين وبيخليك توقفه غصب عنك هو ان العضلة وهي بتنقبض بترفع ضغط الدم، ولما الضغط بيزيد معدل سريان الدم في العضلة الشغالة بيكون قليل، فبالتالي أكسجين قليل. وهنا الATP بيقولك مع السلامة يا حلو ويسيبك ويمشي، وبالتالي العضلة هي كمان بتقولك مع السلامة وتقف. ما هو العربية مش هتمشي من غير بنزين. الدم مش بس بيوفر للعضلة الأكسجين، لأ ده بيعمل حاجات كتير علشان الانقباض يحصل، من ضمنها إنه بيشيل حمض اللاكتيك اللي بيتراكم في العضلة وبيسبب إجهادها. كمان الATP مش معتمد بس على الأكسجين، لأ ده بيحتاج حاجة مهمة جدا لازم تكون موجودة في العضلة، والحاجة دي هي الجلايكوجين، وهو عبارة عن مصدر طاقة كربوهيدرية. علشان الATP يشتغل لازم يحصل أكسدة للجلايكوجين اللي موجود في العضلة، فغياب الجلايكوجين هيأثر بالسلب على انقباض العضلة وممكن يوصل للفشل العضلي. طب يا ترى ايه تأثير الفشل العضلي؟ الفشل العضلي بيزود ألياف العضلات فبيساعد على نمو العضلة، بس المهم انه يبقى بتوازن مع طرق تدريبية تانية، ومهم جدا اخلي بالي من مخاطره. وكمان بيتحقق هدفه تحت المقاومة القليلة او المتوسطة، مش المقاومة العالية خالص، وكمان لما تلعب بطريقة صح. وزي اي حاجة لو زادت عن حدها هيتقلب ضدها، فالفشل العضلي لو زاد عن حده هيؤدي لمشاكل كتير قوي في العضلات او الأربطة زي تمزق الأربطة، وممكن يوصل كمان لتمزق شديد في العضل. وبكده تكون حكايتنا عن الفشل العضلي خلصت، لكن حكايتنا في الكلام على ايه لسه مكملة.